يا سنة أرسم هو بتيه. هو متصدر. والله ما يدري هو بروحه شنو يا عقيدة، ما يدري بيها. هو حر. أبو يوسف مولانا إلكم المايك بس تأكد من عقيدة الرجل حتى تحاوره. هو ما يدري. حبيب الله يجزاك خير. عقيدته بكري عمري عثماني. حلو، ما عليك فيه. سني متصدر على لسان أهل السنة، هو حر. وهابي أشعري ماني عارف قبوري أموره، هو متصدر على لسان أهل السنة. أبو يوسف متصدر على لسان أهل الشيعة. حلو، هم أحرار. المفيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أبو يوسف الشيخ أحمد راح نتكلم في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. من إلى المداخلات راح يكونوا 6 مداخلات. المداخلة الأولى تقديمكم راح يكون 5 دقائق، بعدين أقلص الوقت 3 دقائق. ثواني احنا بنتكلم في العصمة مطلقة. أنا عصمة الأنبياء وهو عصمة الأئمة. من اللي تكلم في هذا الموضوع؟ لا، في عصمة النبي. أنا طرحت في عصمة. أنا عندي النبي معصوم. النبي معصوم. لا شنو؟ أنا قلت أنتم تدعون أن النبي معصوم في التبليغ فقط، وأنت قبلت. نعم، سنمر عليها. لا، اسمعني ما بس. نمر عليها، هي هذا الموضوع فقط. هذا لا، هو موضوعنا العصمة، تعريف العصمة في النبي حبيبي، بين السنة والشيعة حبيبي بدت فيه. بالضبط. تعريف العصمة بين السنة وبين الشيعة. العصمة كاملة. العصمة كاملة. أبو آزر لا، العصمة كاملة. قال النبي العصمة كاملة. التبليغ مطلقا. أنت سمعتني يا أبو آزر وأنا فتحت هذا مبحث داخل العصمة. لا شوف، خلص. اعرض فكرتك. احنا مش مختلفين في اصل لما العصمة، تخلص مختلفين يا اخي القهوه تكبت. القهوه فارت يا اخي. يلا فارت، روح اشرب قهوه اخونا. ابو آزر، احنا شنو تكلمنا؟ احنا تحدينا ان احنا عصمة النبي وانت الشيخ احمد يونس. نسمع بعض. نسمع بعض. لا، احقاقا للحق. قلت له انت قلت سوف اتكلم على لسان السلفية بس عصمة النبي. احسنت. لا. طيب انت تكلمت وهو تكلم، ممكن انا اعرض بقى ولا؟ طيب. الكلام كان اتحداك تعرف لي العصمة عندكم بعلم حوزوي، لان العوام اللي منهم اغلب محاورين الشيعة هم عوام بيعرفوا العصمة بطريقة خرافية، بأنه لا يسهو ولا ينسى ويعلم ما كان وما يكون. بينما لو ذهبنا إلى التعريف العلمي الحوزوي ستكون العصمة التي يقول بها أهل السنة والجماعة أكبر وأعظم بكثير. ثواني. وقلت له سأتناظر معك وأسمعني أكمل. وقلت له أنا أشعري وسأتناظر معك بألفاظ السلفية لإثبات أن الخلاف لفظي، ومنها فرصة أدافع عن منهج أهل الأثر. هذا ما قلته حرفيا في النبي صح؟ بالله. لا، هذا هل ذكرت لفظي في النبي خصوصا؟ نعم، أنا تكلمت في قضية التبليغ. لحظة ممكن لحظة. العصمة كاملة يا حبيبي يا تاج راس يا أخوي الغالي، أمام الناس وأنت تسمع وراح أذكرك. أنا والله أنا ذكرت كل الكلام اللي أنا قلته. مو مشكلة، أنا هذا اللي سمعته وصحح. طيب، واللي أنا قلته ده أنت سمعت غيره؟ طب اللي أنا عدته ده واللي أنا قلته، لكن اللي أنا قلته ده بقى، معلش، اللي أنا قلته ده بالحرف، هل زودت فيه حرف أو نقصت منه حرف؟ أنا هذا هو، لكن هو اللي طلبك يا حبيبي. جميل في العصمة. هو الذي طلبك. قال أهل السنة. شوف أخي فرانسوا، قال أهل السنة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم إلا في التبليغ فقط. حلو. يقول أنا أتحدى الشيخ أحمد يونس وأدعوه إلى مناظرة أن من قال من الصحابة أو التابعين. السؤال ده فندم، السؤال ده طب ما أنا بقول لحضرتك بقى، السؤال ده اسمعني بقى فندم، السؤال ده ما ياخدش اكتر من دقيقة ونص في الرد عليه. خلاص ما علي، انا دقيقة ونص. طيب انا هعمل عليه مناظرة ليه؟ هو داخل في وسط موضوع المناظرة، يسأله في وسط المناظرة اجاوبه عليه. خلاص اتلغت المناظرة، خلاص بس متى بتناظروا؟ خلاص
بس نعم. يقول أنا طيب، خليه انسحبت ياخذ. من هذا الموضوع اللي أنت يا أبو آزر شهدت عليه والناس شهدوا عليه بعد أن أنا ما علي تحديته. فيكم أخوي، هذا اللي يقول سمعته أنا انسحبت وأنا أنا على بالي في عصمة تراجعت. النبي بين الشيعة والسنة. لا هذا لا هو لا اللي في لا, بالي لا, بيه. لا اسمعني بس. أول شيء يقول أنا أنسحب من الموضوع الذي قبلت به وقلت بأنه أنا أشعري وسأتكلم بعقيدة الوهابية أو بطريقة الوهابية في موضوع إثبات ما طلبته أنا، وهو طلبت منه أن يثبت من قال الله قال الرسول قال القرون، اسكت يا أخي، قال القرون الثلاثة المفضلة أن النبي معصوم في التبليغ فقط. وهرب الآن من هذا، يقول أنا طيب أنسحب شيخ من أحمد، هذا بعدين أحصر لكم في النبي وإلا في عصمة يعني. النبي في التبليغ فقط كما يزعمون. هو قال بأنهم الشيعة يا شيخ أحمد، ولا خلي ياخذ عوام مداخلات الشيعة الإخوة. يدعون أن النبي معصوم طيب مطلقا. حلو، لحظة يا أبو يوسف، لحظة يا شيخ أحمد. بالي بموضوع هرب ولا ما هربش، انا موضوعي دخلنا واضح. في هروب وما هروب. هنتكلم، اسمعني بس، سيبك من الكلام ده كله، انا ما بيشغلنيش. انا راجل مش مستني حد يشهد بعلميتي او ما يشهدش بيها، انا اكبر من الكلام ده بكتير. لكن انا واضح، اللي عايز يتكلم في العصمه كامله من ضمنها هذا الموضوع يتفضل، غير أنت كده انا حاول مش فاضي. تتكلم بالعصمة كاملة. كده انا خلصت وقاعد عامل ميوت. أنت ما كنت عامل ميوت لما قال لك يا أخي أبي أحاورك في عصمة الأئمة. المهم احنا كلهم. نعلن انسحاب الشيخ مما امام ابو آزر وشهد بها ابو آزر، وحاول ان يذكره بانه قال وتحداك بان تحاور في عصمة النبي في التبليغ، ومن قال الله قال الرسول قال القرون الثلاثة المفضلة، ولن يستطيع لا أحمد سيد يونس ولا واحد من السلفيين والسنة على وجه الأرض أن يثبتها كما أنا تحديت بها. الآن جميل. يريد يتكلم في العصمة، في عصمة الأنبياء، ما في مشكلة. خلي يتفضل وخلي يتورط. يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلي يرد، أنا معلش خلي يرد. أنت شو دخلك؟ خلي يرد. أنت أخذت نصيبك ونزلت. ليش بتخاف رد؟ أنا أبو ترد آزر على إيش؟ أنا. يعني أنت أعلم من أحمد سيد؟ أنا راح أرد وأعجبكم بعلم. أنت أعلم من أحمد أقسم سيد؟ بالله أنا حقول كلام درر، بس تركني لا بس قل لي شوف. طيب تفضل أنت أبو عمر. خلي ينسحب شيخك، خلي ينسحب شيخك وأنا أرد عليك. طيب خلاص. اريد ثواني لحظة يا ابن الكرار، لحظة. أبو عمر أنت تتصدر في العصمة؟ انا طلبت ابو عمر ورفض بث سيد يونس، طلبت دخلني في بث فلان وبث فلان، هذا بث هنا الان الكلام والله العظيم طلبت امام 300 شخص وقال ما حاول. دخلني انا في بث القصد فلان. يلا ابو عمر تقبل عصمة الانبياء بين السنة والشيعة. الله محمد رسول الله. يا ابن الكرار، ابو يوسف هو اللي طلب ماني عارف. يلا تفضلوا يا ابو يوسف، يلا تفضل. ابو عمر تتصدر انت للعصمة؟ ما في إشكال. بنفس تفضل. التحدي في عصمة النبي. في عصمة النبي في التبليغ فقط من قال الله قال الرسول قال الصحابة والقرون المفضلة. تعرف كم قرن المفضل؟ والله جاوبنا على السريع حتى نعرف. تعرف كم قرن المفضل؟ نعم. كم؟ خلاص انت شو بدك؟ قل لي امام الناس. لك يعني الثلاثة قرون خير القرون قرني ثم الذي يلي ثم الذي يلي. بدك الشغلة من كيمياء وفيزياء. يلا ما شاء الله عليك. والعباس ابو فاضل الله يضعف لك، مو القرون الثلاث، القرون كلهم. هذا يضعف الله، حتى الله يضعفها، مش مشكلة. العباس يضعف لك. هو لا يجيب رواية ضعيفة أنا ما أضعف. يلا انا ما علي. والعباس لا يضعف لك قبل الميلاد. يلا شوف قبل الميلاد لا يضعفهم. تبدأ انت ولا ابو يوسف؟ يلا شو قاد يا دغري. احمد يونس قال لك اعطني من القرون الثلاثة، من محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ان هناك من قال ان النبي معصوم في التبليغ. هو يريد لانه ما وجد ان احدا قال إن بحديث أن النبي معصوم في التبليغ. شو قلع له؟ الحروح أضربه لأبو عمر وأضرب السلفية
قل لهم اعطوني من القرون الثلاثة من عرف أن النبي معصوم في التبليغ. لن يجدوا فأفوز أنا أيوب. أقول لك أنا بكل صراحة لا يوجد. ليش؟ لأنه ما كان أحد يقول بعصمة النبي. لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع. لا شو أقول لك لا الآن خلاص مرة يقر أبو عمر الشامي. أول ثانيتين. لحظة، لا تقاطع، لا تقاطع، وقته إعادة للوقت، عد الوقت شو هذا؟ عد الوقت نور. ثاني مقاطعة أنزلك أبو يوسف. لا عد. طيب خلي الوقت في الشاشة. لا في الشاشة الوقت أهو موجود في الشاشة. طب الآن عندما قلت أنا لا يوجد أحد من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من التبليغ، الشيعة تحت ضحكوا، ضحك هو درقن كله عم يضحك. وأنا الحجة العسقلاني أبو عمر الشامي القرون الثلاثة كان أئمتك فيها، والدليل أن مهديك ولد عام 256 هجري من القرن الثالث. أتحداك واضحكوا يا أهل السنة والجماعة أن تأتيني بإمام من أئمتك عرف العصمة أن الإمام معصوم من الذنب والخطأ والسهو والنسيان. يلا أعطني إماما من أئمتك عرف العصمة كما عرفها علماءك. أريد سندا متصلا لإمام من أئمتك أن إماما من أئمتك قال نحن معصومين من الخطأ والذنب والسهو والنسيان. خليك تضحك، افتح الآن واضحك. يلا طلع. أنا اعترفت ما عندي، هل تستطيع أن تعترف ما عندك ولا تجيب؟ أنا ما أقبل ياكل رجل مثلي. قل ما عندي من القرون الثلاثة وما عندي من أئمتي، أو أخرج من أئمتك أن إماما من أئمتك قال إن العصمة نحن معصومون من الخطأ والسهو والذنب والنسيان. عندك النبي وفاطمة والعباس 3 و12 15 واحد. أتحداك يا أيوب أن تأتي من إمام من أئمتك عرف العصمة كما عرفها علماءك من الذنب والخطأ والسهو والنسيان. 4. إذا بتجيب لي واحدة ناقصة يا ويلك. ذنب وخطأ وسهو ونسيان. الآن أنا خلص دوري، قلت لك ما عندي. أنت الآن أفلح أمام الناس وأخرج لي رواية واحدة من كتبك. ابحث أن واحدا من أئمتك قال العصمة هي العصمة من الخطأ والذنب والسهو والنسيان. درجن فرجن. اضحكوا يا شيعة، اضحكوا مثل ما ضحكتوا. الضحك هو. يلا الآن خليكم تضحكوا عليه إنه ما عنده من الثلاثة قرون من 12 إمام ما عنده إمام واحد عرف العصمة كما عرفها علماء. نقطة، انتهى. درجن فرجن. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على منكر فضائلهم ومقاماتهم وعصمتهم إلى قيام يوم الدين. إخواني الأعزاء، بعد أن تراجع وانسحب وهرب الشيخ أحمد السيد يونس من الموضوع الذي تحديته فيه، ودق صدر أبو عمر الشامي وقال أنا سوف أثبت، فمن أول ثانيتين قال ماذا؟ قال إحنا ما عندنا، ثم يريد يرمي الكرة في ملعب الشيعة بعد أن كان التحدي في عن قول السنة. الموضوع لم يكن العصمة مطلقا، كان التحدي من قبلي الذي قبله أبو الشيخ أحمد السيد يونس هو أنكم تقولون بأنه وقال أن الشيعة سوف يوافقوننا في هذه المسألة، وأن النبي معصوم في ماذا؟ في التبليغ فقط. فتحديته أن يأتي من القرآن والسنة والصحابة والقرون الثلاثة المفضلة من قال أن النبي معصوم بالتبليغ فقط، وأعطيته الآيات المطلقة في إطاعة النبي مطلقا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
وأعطيته الآيات في التأسي بالرسول مطلقا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وأعطيته الآيات في ما آتاكم الرسول فخذوه مطلقا. هرب الشيخ أحمد سيد يونس لأنه يعلم بأنه هذه القضية فضيحة الفضائح، يكذبون عليكم ليل نهار، النبي معصوم في التبليغ فقط، في التبليغ فقط. طلع أبو عمر يريد يسوي شو، يظن أنه نحن لما نضحك شوية ونهيص شوية معاه إنه نتحمس ونذهب نركض وراء لما يرمي الطعم. أبو عمر، ترى هذه القبضة الإلهية هذه محكمة في كل طرح نطرحه، هذه القبضة الإلهية في كل طرح نطرحه هذه محكمة. أنت اعترفت الآن أمام الناس، وأنا أقول للناس شفتوا يا ناس، شفتوا بآذانكم وسمعتوا بعيونكم، سمعتوا بأم عيونكم. أبو عمر بعد أن هرب الشيخ أحمد السيد يونس اعترف أن أهل السنة دينهم ليس من الله ولا من الرسول ولا من الصحابة ولا من السلف في القرون الثلاثة المفضلة. أنا أسأله في بقية 20 ثانية، من أين أتيتم من أين أتيتم بهذه البدعة والكذب على الله ورسوله أن النبي معصوم في التبليغ فقط، والقرآن كله يشهد أن النبي معصوم عصمة مطلقة؟ تفضل. تفضل أبو عمر. السلام عليكم، السلام عليكم، معكم الحج العسقلاني من موزمبيق. فرقن والله ما يهرب منك أحمد يونس إلا طق وحظر، خليه عمره ما يشوفني غير بالمنام. لك ما لقيت غيره بده يهرب منك، والله بيحسن أنا عنه يحاورك بفخاد النملة. عرفت كيف؟ شو قال؟ قال من أين أتيتم بهذه البدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ. وانتم من وين جبتوا هي البدعة انه الامام معصوم من الخطأ والسهو والنسيان؟ من وين جبتوها؟ بس قل لي من وين جبتوها. لك بس قل لي من وين جبتوها. لك بدي انا افهم، بس هلا انا بدي افهم اللي انا بدي افهمه، انا واهل السنة والجماعة. لك يا ناس، يا عالم، يا حيطان، يا ارض، يا كمبيوتر، لك يا ماوس، الو مرحبا ابو دياب مكنسيان شلونك؟ لك هي بدعة انه المعصوم معصوم من الذنب والخطأ والنسيان. من وين جابوها الشيعة؟ لا ما عندهم من الائمة ولا امام كلهم، الله وكيلك، ولا النبي ولا فاطمة، حتى ابو العباس ما عنده الرواية. ايش بعرفني وين جابوها؟ هي البدعة من وين جابوها؟ امرك ابو دياب بكره بنجيبها لعندك، مع السلامة. اذا تقول لي من وين هي البدعة، وانتم من وين جبتوها هي البدعة؟ شيخك المفيد مؤسس دينك من وين جابها؟ لك أتحداك أن تأتي بتعريف العصمة من شيخك المفيد وتأتي بآية قرآنية تحت كلامه، أو تأتي بحديث عن إمام من أئمتك. شو عم يقول له لفرانسوا؟ عم يقول له يا فرانسوا أتحداك أن تأتي من مطبخك أن عندك 3 كيلو موز. قال له أقبل التحدي. شو قال له فرانسوا؟ قال له أقبل التحدي. فات على المطبخ ما لقى 3 كيلو موز فرانسوا، رجع كمشه هيك لأيوب، هزه هيك، قال له عليك الطلاق، أتحداك أن تخرج من مطبخك 3 كيلو موز. 3 كيلو موز، يلا طلع إنكم زلمة، يلا. عيب تقول عيب فيني، وهو العيب فيك وفي أئمتك الذين لم يقولوا لك بتعريف العصمة. وين تعريف العصمة؟ لك خلص مداخلتك. واحد غيرك بقول لي والله لا اشلع عينك وعين فرانسوا، عينك وصلعة فرانسوا، رح أعطيك رواية أتحداك أن تضعفها من أئمتي أنهم قالوا أن الإمام معصوم من الخطأ والذنب والسهو والنسيان، وإلا فهذه عندك بعد القرون الثلاثة جاء شيخك المفيد وعرف العصمة ولم يعرفها أئمتك. فرقن. طيب، شفتوا يا ناس،
شفتوا بعيونكم وسمعتوا بآذانكم إنه أبو عمر العسقلاني الشامي فحط أبو يوسف. أبو عمر عم يلهث، فحطنا فحطان أبو عمر، فحطان، لأن إنا ألقينا عليه قولا ثقيلا. إخواني الأعزاء، هذه المصيبة لا تنسوها. الشيخ أحمد انسحب لأنه عرف المصيبة، وأبو عمر تورط لأنه يريد شوية نقاط زيادة، بس ما كل يوم نقاط، لأنه أبو عمر أنت اليوم قلت لكل الناس 400 شخص، قلت لهم إن أهل السنة دينهم ليس من الله ومن الرسول ولا من صحابة رسول الله ولا من القرون الثلاثة المفضلة، لا من القرن الأول، لا من التابعين، لا من تابعيهم، ولا من تابعي تابعيهم، ولا من أي واحد من القرون المفضلة. هذه هي الفضيحة العظمى يا أبو عمر، هذه هي الفضيحة. الآن من وين أتوا الشيعة وما عندهم؟ قسما بالله، شوف، لو فتحنا موضوع العصمة واستدلنا من روايات الشيعة لا نجننك، ولكن نحن الآن أولا في كتاب الله، قال الله قال الرسول. أين قال رسول الله أني لست معصوم إلا في التبليغ؟ أين قال الله في آية محكمة أنه رسول الله ليس معصوم إلا في التبليغ؟ وأنا أتحداك يا أبو عمر الشامي، لا تشوف إنه نضحك عليك إحنا لما تصير كالقرقوز أمامنا في مداخلتك نضحك. أتحداك الآن أمام الناس أن تخرج وتقول لنا ما هي حدود دائرة العصمة أمام الناس. أبو آزر سجل هذا الإلزام. أوكي ما هي حدود دائرة العصمة التي هو يقول معصوم في التبليغ؟ عفوا، ما هي حدود دائرة التبليغ؟ ما هي حدود دائرة التبليغ؟ فليجب. أهل السنة الآن يقولوا فضحتونا يا أهل السنة، فضحتونا يا أحمد سيد يونس، فضحتونا يا أبو عمر الشامي، دمرتونا ديننا. أو أنكم تقولوا عادي، إحنا نتبع نبي يخطئ ويخطئ. طبعا بالمناسبة أيها المسلمون، أنا أقول لكم وبكل ثقة، النبي عند أهل السنة حتى غير معصوم في التبليغ، لأن الشيطان ألقى على لسانه آيات شيطانية كما في سورة الحج: تلك الغرانيق العلا وإن شهادتهن لترتجى. وصححه محمد بن عبد الوهاب، وقال ابن باز هذا الحديث يشهد بصحته القرآن، وإن كان مرسلا سندا، ولكن يشهد بصحته القرآن. وما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فنبيهم لا هو معصوم لا في التبليغ ولا في غير التبليغ. رغي وهبد ودرقين وانا بقدس له العسقلاني، العسقلاني، ابن حجر العسقلاني، الحجة العسقلاني، واعمل مثله. جايب لي رواية الغرانيق وعم يقول من تمه مرسلة. شو قالت لأم زكي الدايب باب الحارة؟ قالت له ولو فريال خانم، شو رأيك نروح نغيظ سعاد خانم؟ قالت له يبليكي بقتلك، شو بدك فيها؟ قالت له نروح نغيظها شوي. قالت لها فريال خانم، لك أم زكي شو حتقولي لها؟ قالت لها بدي روح قول لها أتحداكي إن كان هذا المكياج اللي عم تحطيه على عيونك يكون جايب لك يا أبو عصام مو عصام ابنك. قالت لها ايه والله علي اطلع هلا لعندها نكبسها لأم لسعاد. راحوا درقن مرحبا سعاد خانم، كيفك؟ ان شاء الله بخير، سوي لنا قهوه يا بوران. راحت سويت لها هيك نفس القصه مساوي هو. اجت بوران، تفضلي خالتي ام زكي، تفضلي فريال خانم. وعملت لها بتمها هيك بتكرهها لان حماد اخوها عصام. قالت لها ام زكي ولو سعاد خانم، هذا المكياج اللي عندك من حاجب لك يا ابو عصام ولا ابنك عصام؟ أتحداك أن تثبتي أنه جلبه لك أبو عصام. أم زكي وقفت هيك، قالت له ولا أم زكي هذا المكياج اللي على وشك مين جاب لك إياه؟ أتحداك تثبتي أن الذي جلبه لك أبو زكي قبل ما يموت، أم قولي بأن أبو حاتم تبع القهوة هو اللي جاب لك إياه. وهذا فعل لك شيء ما موجود عندك تطالبني فيه. أنا قلت لك ما عندي أبدا إماما من أئمتي بالقرون الثلاثة قال إن النبي معصوم في التبليغ.
لك انت شو بدك فيهم؟ لك انت عندك تركت فيكم الثقلين ما ان تمسكتم، مداخلتين وثلاثه، 3 مداخلات عم يستنوك جماعتك حتى تشلق عيني تقول لي شوف يا ابو عمر، خذ يا احمد اللي هربت انت، خذ الروايه من كتبي، شوف الامام شو قال ان الامام معصوم من الخطأ والسهو والذنب والنسيان. عم تتحدى هيك تعمل لي ايديك هيك وعلى اساس فزت وتخربط هيك ببعض الكلام وكذا. لك يا رجل هون اكاديميه علميه، تفضل طلع فرانسوا قاعد الصلعه تبعه احمرت وبردت ومدري شو صار له، هو عم يقول يا رب يا رب يا رب ابو يوسف هلا يعطي لابو عمر روايه من المعصوم، لك لو ضعيفه اقبلها، ويشتع عينه لابو عمر الشامي لسه شايف حاله هيك قدام الناس هيك وعامل لحاله هيك وعم يقول انا الحجه العسقلاني. لك طلع ان شاء الله بيطلع بالعق الهي، طلع روايه. لك طلعت لنا المراره من قلبنا وانت عم تدعي كلام. لك هذا من يمثلكم؟ يلا طلع وقول انا اعتذر والله انت ما عندك وانا ما عندي، طلع يلا ان شاء الله بيطلع جميل جدا. انتهى الوقت الحمد لله. باب الحاره الجزء 23 صرف. احسنت. بدل ان يدافع عن النبي يا اخوان، بدل ان لا هو يعطيك في مثال تقريبي يعني. لا بدل ان يدافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ويستر الفضيحه التي طبعا. شوفوا اخواني، لماذا أحمد السيد يونس انسحب؟ أنا أقول لكم معلومة صغيرة. الأشاعرة يقولون بعصمة النبي. ويا أبو عمر هديني رح أعيد. إيه ما هو خلينا بالشيخ أحمد يونس. لا خلاص الشيخ أحمد يونس. طيب عيد الوقت. إيه راح أعيد لك الوقت، خليك ويا أبو عمر. أنا أريد أقول معلومة للمشاهدين. الرجل قال لك أصدر أبو عمر وأبو عمر هو اللي بتصدر وياه. لا أنا أريد أعطيهم سبب لماذا. خلي الرجل على جنب يا أخي. الأشاعرة يقولون بعصمة النبي المطلقة، منهم القاضي عياض يقول بعصمة النبي المطلقة من الذنوب صغائرها وكبائرها وكل شيء. طيب، وليس فقط في التبليغ. أما يا أبو عمر، ما أعرف أسميك في ريال الشامي، ما أعرف، المهم يا أبو عمر القرآن الكريم. لحظة لا حول ولا قوة ارحم إلا والديك. بالله. ما هو جالس يسوي يا اخوي الله يرحم والديك. الله يا اخي هو يسوي لنا في ريال. انت تتكلم مثل ما تبغى وهو يتكلم مثل ما يبغى. هو تكلم مثل ما يبغى. لما انا قلت شيء انت رديت شنو؟ هو راح يقول لك اروى القيروانية اللي أسست بغداد. يا عمي عوفنا عاد الله يرحم والديك. هل أوقفته لما سبني في آخر؟ ما سبك والله ما سبك. فين سبك؟ ما سمعت كلمته في آخر المداخلة. إيش قال؟ قال كلمة في الشامي يبلع نيعك ما أعرف شنو كلمة. لا والله لا والله ما قال. اسألوا ماذا قال. يبلاكم بحمي وسوالف اللي آخر شيء قال. لا والله لا خلاص إذا أبو آزر لا تدخل. والله لا خلينا بدون ما تشخصن وكمل. أنا ما جاي أشخصن، أنا جاي أرد. الذي جلس يهرج لمدة دقيقتين لأن ما عنده شيء يقول في الكلام وتكلم في آخر 4 ثواني في المداخلة هو المفلس. نحن عصمة الأنبياء وعصمة النبي والأئمة نأتي بها من كتاب الله المطلقة، ولا أنت ولا من هم غيرك يا أبا عمر يستطيعون أن ينقضوها. ولكن هذا أولا نرسخ في عقول الناس ما قد حصل. هذه الفاجعة التي حصلت على الوهابية، حيث يأتي ويعترف بأن عقيدة طبخوا رؤوس المسلمين بها. يقولون لهم بأنه النبي غير معصوم في التبليغ، النبي غير معصوم إلا في التبليغ. طلع لا هو معصوم لا في التبليغ ولا في غير التبليغ. يقول إنه اعترف إنه ابن باز يقول مرسل. يا جاهل، النبي يقول، ابن باز يقول بأنه القرآن يشهد. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، يقول ما من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول هذا يشهد بصحته القرآن. ابن باز يشهد بصحته القرآن، حيث أن النبي اخترقه. تعرفون إيش الذي حصل؟ النبي هكر من الشياطين، هكروا، وضعوا على لسانه كلمات شيطانية مدح بها الأصنام. وأتحدى أبو عمر الآن أن يأتيني معنى الآية: ما من نبي
أو رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان على أمنيته، فليعطينا ماذا يلقي الشيطان في أمنية الرسول. أما نحن أبو عمر، راح أذكرك أبو عمر، لما ندخل في حديث الثقلين سوف أثبت لك أن أهل البيت قرآن يمشي على الأرض، لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، لأن رسول الله قال لن يتفرقا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. والذي يكون مقرون بالقرآن لا يخالف القرآن ولا يخالفه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم. ولكن هذا في مبحث لما نخلص ونطحن هذه العقيدة الفاسدة التي تحملها، نعمل معك التخلية والتحلية، نخلي قلوب أهل السنة من هذه العقيدة الفاسدة التي تحملونها، ثم أثبت لك عصمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله الصحيح عندك وعندي، ومن البخاري. أقسم بالله أيها المسلمون، من البخاري في حديثين سأثبت لكم عصمة علي المطلقة. خذوها مني، أنا لست ممن يقول الكلمة ويتراجع عنها بعد دقيقتين مثل بعض الناس، لست مثلهم، ولكن انتظروا إلى في الحوار. أيوب وين الرواية؟ لك ما تصبحوا فيها الرواية لفرانسوا، لك جيب لي الرواية. عمي والله ما هرج ليش دخل هرج 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 هري هري هبد هرج هرج هري هبد. وش لا عندنا برواية؟ قال ما عنده. لو عنده رواية طلعها لا تخافوا، ما عنده. إذن احفظوها عندي ما يوجد عندهم رواية أن أحدا من أئمتهم قال أنا معصوم في من الذنب والخطأ والسهو والنسيان. الآن القاضية العسقلانية سأعطيك إياها من ابن حجر العسقلاني، الضربة القاضية القاسمة لدين الرافضة. سأخرج الآن من كتبهم أن النبي معصوم فقط في التبليغ. شو عم تقول يا عمر؟ رح تأخرج من كتب الشيعة أن النبي معصوم فقط في التبليغ، وبعد التبليغ مو معصوم؟ لعالجيك. ايه والله وحق الله. يلا. يقول هنا في كتاب الشيعة في الميزان، شوف حوار، شوفوا كيف أهل السنة والجماعة مو قاعدين عم يخصوا عجول. هذا كتاب اسمه الشيعة في الميزان، تأليف محمد جواد مغنية، ضروريات الدين والمذهب. ضروريات الدين والمذهب. بننزل هيك درجن يقول أن النبي معصوم في تبليغ الأحكام. إيه بس في تبليغ الأحكام معصوم؟ نعم. يلا كيف؟ يلا هات أورينا يا محمد جواد مغنية. قال فإن الرسول، كلام دقيق للي عنده لغة عربية وبيفهم. قال فإن الرسول قد يخبر عن الشيء بصفته الدينية المحضة، بصفة الرسالة والنبوة يعني، أي كونه رسولا مبلغا عن الله تعالى. إذن يخبر عن الشيء بصفته الدينية المحضة، أي كونه رسولا مبلغا عن الله تعالى. قال وقد يخبر عنه أي عن الشيء بصفته الشخصية بدون وحي، أي كونه إنسانا من البشر. إيه الآن شو ناخذ بصفته الدينية أم بصفته الشخصية؟ قال فما كان من النوع الأول بصفته الدينية كونه رسول يجب التعبد به، خلاص ما تقول لا. قال وما كان من النوع الثاني فلا يجب بصفته الشخصية، بصفته الشخصية. إذا بلغ النبي شيء بصفته الشخصية فلا يجب أي التعبد به. أما بصفته الدينية كونه رسولا مبلغا يجب التعبد به. النبي عند الشيعة معصوم في تبليغ الأحكام فقط،
في الأحكام فقط. هذه الطاعة الكبرى جاءت السيد أيوب. انتهى التوقيت. الآن حيعطينا فرانسوا، راح يعطينا ولا ما راح يعطينا؟ ايه خلصت مداخلتك، انا بنظم راح يعطينا فرانسوا ضبط الأمل، راح يعطينا ولا ما راح يعطينا؟ زدتك يمكن 20 ثانية حتى الرواية، ألزمه بالرواية ليك بحب. تفضل بعدين انزل بعدين. تفضل. اعلموا أن أبو عمر لما يصير هكذا راح يعطينا لما يتورط، لما يريد ينهي، لأنه أفلس. راح تمخض الجبل فولد صرصورا. راح جاب لي مع الشيعة الإمامية كتاب محمد جواد مغنية من المعاصرين. يعني انت ما بك. ثم لم يقل أنه معصوم في التبليغ فقط، ما قال فقط، قال هو معصوم في تبليغ الأحكام، ولم يقل أنه غير معصوم في الأمور البقية. أنت كذبت وبترت كلامه. ولو الآن طالبناك أن تقرأ كل الكلام، أنت ما عندك أصلا كل الكلام، لأنك جاي تقرأ من قصاصة ملونة لك بالأصفر، وأتحداك أمام الناس اقرأ كل كلامه في عصمة النبي والأئمة، ما تستطيع. فيعني أنا أصلا من دون أن أنظر إلى الكتاب أنا أعرف الكلام، لأنه قال إن النبي معصوم في تبليغ الأحكام، وأنا أقولها. ولكن هل قال فقط مثلكم؟ لا، عفوا، مو مثلكم، أنتم أصلا عندكم النبي غير معصوم في تبليغ الأحكام. أيها الناس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم غير معصوم في تبليغ الأحكام. كيف؟ أولا القرآن الكريم من الأحكام، وهم عندهم أن النبي يلقي الشيطان على لسانه كما في سورة الحج أو الحجر التي فيها الآية الكريمة: ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا أولا. وأيضا النبي غير معصوم في تبليغ الأحكام، لأن الصحابة لم يكونوا يعتقدون ذلك. عمر بن الخطاب ما كان يعتقد أن النبي معصوم في تبليغ الأحكام. لما قال النبي: هلم أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا، قالوا: غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، عندكم القرآن. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق الغنائم، يحكم بينهم، قال: اعدل يا محمد. صحابي يقول للنبي: اعدل يا محمد. هذا في البخاري. فهؤلاء يضحكون عليكم. الآن هم اعترفوا الاثنين هؤلاء بأنهم لا يوجد عندهم دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحابة ولا من القرون الثلاثة بعصمة النبي في التبليغ فقط. وأنا أثبت لكم أن النبي أصلا غير معصوم عندهم حتى في ماذا؟ في تبليغ الأحكام. هل تعلمون أن في صحيح البخاري النبي ينسى القرآن؟ النبي مر بشخص يقرأ القرآن فقال ماذا؟ فقال: رحم الله فلانا أذكرني آية كذا وكذا من القرآن كنت قد أنسيتها أو نسيتها. ينسى القرآن نبيكم. النبي ينسى القرآن عندكم. أين جواب سؤالي: ما هي حدود التبليغ؟ فليتفضل. جميل. انتهى التوقيت. جميل. تفضل أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يا ناس ما عنده، انتهى، يعني خلص، لا حدا يتأمل يعطيكم الرواية أبدا. الآن أحاورك بالملصقة اللي طلعت لك إياها من جواد مغنية. يا ناس يا عالم، الكلام مفهوم. شو عم يقول هذا الرجل؟ عم يقول جواد مغنية: إذا كان معصوم النبي في صفته الدينية ومعصوم النبي في صفته الشخصية، لماذا قال بعدها؟ قال: وما كان من النوع الثاني فلا يجب. نوع الصفة الشخصية ليش لا يجب؟ مو النبي معصوم بالصفة الدينية ومعصوم بالصفة الشخصية، لماذا قال بصفته الدينية فما كان من النوع الأول يجب التعبد به، وما كان من النوع الثاني فلا يجب التعبد به؟ ليش؟ لأنه مو معصوم، ما يجوز أنه يسهو، يخطئ، يذنب، ما في إشكال. قال: وما كان من النوع الثاني فلا يجب. تعرف تحسن تقول له ليش لا يجب؟ تعرف فسرنا ليش قال محمد جواد مغنية
وما كان من النوع الثاني فلا يجب. تقدر تقول فلا يجب شو؟ فلا يجب التعبد به. ليش؟ لأنه قال بصفته الشخصية. يقول عندك الفيض الكاشاني الطعم الثاني في زبدة التفاسير تأليف الشريف الكاشاني بالجزء 2 صفحة درج 400 وخشبة 410 يقول لك: واعلم يا أيوب أن النسيان المنفي عن الأنبياء وكذلك السهو هو الذي فيما يؤدونه عن الله. يعني النبي لا يسهو ولا ينسى فيما يؤديه من البلاغ عن الله. قال: وأما ما سواه غير التبليغ. قال: وأما ما سواه غير التبليغ فقد جوز أصحابنا عليهم، على النبي والأئمة، أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالأدلة العقلية وخطأ فيها. وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو؟ كيف؟ إذن علماؤك حتى قالوا بأن النبي لا يسهو ولا ينسى في تبليغ الدين. أما ما سواه فقد جوز أصحابنا الإمامية، أي أعلام الإمامية الشيعة، عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه. تفضل الآن. طيب افتح زبدة المقال جزء 2 400 وخط حط بالخشبة. اترك هذا الاسلوب، يعني على اساس شوف ابو عمر يا ابو آزر، هاي مال الخشبه هذه كلها اساءات هو يحاول على اساس يمررها. طيب لكن الفكاهه، لا والله نوع من الفكاهه. خلي الفكاهه وتفكهوا. يعني هو يتكلم على الارقام، طيب لا حرف طيب. اسم كتابه لم يحزن. ان شاء الله راح نشوف من الذي ياكل الخشبه بعد قليل. اخواني الاعزاء، طبعا هذا الرجل يقرأ ولا يفهم. هذا الرجل يقرأ ولا يفهم. تعرفون لماذا؟ لأنه ما لا يؤدي للإخلال بكمال العقل. تعرفون إيش يعني كمال العقل؟ يعني لا يجوز على الأئمة أن يسهوا ولا أن ينسوا أي شيء يؤدي بالإخلال بكمال العقل، مو فقط العقل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. لكن هذا الأخ يعني مع الأسف متصدي ولا يعرف حتى عقيدة أهل السنة. واليوم إن شاء الله راح يأكل محاسبة من أهل السنة. كيف تقول بأنه نحن ما عندنا لا من قال الله، لا من قال الرسول، لا من قال الصحابة، لا من قال السلف، بأنه لا يوجد عندنا دليل على أن النبي غير معصوم في التبليغ؟ وكيف أنت ما تستطيع أن ترد على تفسير الآية: ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ وكيف ما تستطيع أن ترد، يعني أنت تنتظر المدد في الخاص يعني حتى يعطونك الأمور، كيف ما تستطيع أن ترد على حدود التبليغ؟ أبو آزر، سؤالي اكتبه يا أبا آزر: ما هي حدود دائرة التبليغ؟ ما هي الأمور التي تشمل دائرة التبليغ؟ أنا ما أريد أظل أعلم، أنا راح أعلم بعد في وقت الإلزامات. لمن يعجز أبو عمر عن الإجابة سنعلمه ما هي حدود دائرة التبليغ، وهل يخرج شيء في العالم عنها وفي هذا الوجود عنها. أتحداه ما يستطيع. وأعطيناه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس هو، هل يفترق عن القرآن أو لا يفترق؟ شوفوا الشيعي والله العلي العظيم لا يريد أن ينتصر. لو أريد أن أنتصر لفقط ظليت أضرب وأضرب وأضرب فيه حتى يقول لي الضرب كفى. ولكن أنا أريد أن أنصر رسول الله. رسول الله عدل كتاب الله، لا يفارق القرآن ولا يفارقه. ويقول الله سبحانه وتعالى
بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل أهل بيته عدل القرآن وقال لن يتفرقا، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني، وهذا الحديث صححه الإمام الطحاوي، وهو في صحيح مسلم وفي الترمذي: إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم به لن تضلوا، الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. وعند الترمذي وعند ابن ماجه وكل العلماء ذكروه، وهو حديث صحيح لا طعن لأحد بأحد من رجاله. أنا ما أريد أضيع وقتي لأن الآن أمامي الكتب كلها في عقيدة الأنبياء، لكن سؤالي انتهى التوقيت. لا سؤالي له في توقيت، نريد حدود دائرة الأسماء. في توقيت. طيب أبو عمر. طبعا يا إخوان، هلا هاد سؤال قال هلا بيجوا أهل السنة والجماعة بيقولوا أبو عمر ما عنده دليل على أن النبي معصوم في التبليغ. أنا عندي آيات وعندي أحاديث وعندي أقوال لأئمتي وعندي أقوال للفقهاء والمحدثين إلى ابن عثيمين رحمه الله، لكن هو طلب من الثلاثة قرون من علمائنا لا يوجد من عرف العصمة وقال إن النبي معصوم في التبليغ، لكن أنا عندي أدلة على أنه معصوم في التبليغ. ثم قلنا له: هل يوجد إمام من أئمتك قال بأن الإمام معصوم من هذه الأربعة: الخطأ والسهو والذنب والنسيان؟ قال: ما عندي، لو كان عندي لأخرجت لك أبو عمر، ما عندي. الآن وبلشنا نطالع له من كتبه أن النبي فقط معصوم في التبليغ. أنا عندي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي معصوم في التبليغ هو وجميع الأنبياء، وهذا ما يوافق العقل، لأن النبي إذا سهى في التبليغ كان هناك خطأ في الأمة، أن النبي بلغ شيئا خاطئا أو نسى شيئا خاطئا، فلا تكون الشريعة كاملة. وعندما كان النبي ما سهى في التبليغ وما نسي شيئا وما أخطأ في التبليغ، نزلت الآية التي تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا الفيض شوفوا الطامات بكتب. هذا الموسوي في كتابه نفحات القرآن من الجزء 4 من الصفحة 100، جزء 4 من الصفحة 100. شوفوا شو عم يقول تفسير آية صلى الله على سيدنا محمد: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال: وهذه الآية تشير إلى احتمال ضلال الرسول والعياذ بالله. قال: وهذه الآية تشير إلى احتمال ضلال الرسول بدون الوحي الإلهي. بالوحي الإلهي ما يضل، بدون الوحي الإلهي يضل. قال: وأن الذي يعصمه عليه صلى الله عليه وسلم من الخطأ ويهديه إلى الحق والصواب هو الوحي الإلهي، لا التفكير والاستدلال البشري المعرض للخطأ. إذن النبي في كتب الشيعة قد يضل بدون الوحي ومع الوحي لا يضل. تفضل جاوبني على هذا الكلام أمام الجميع. نفحات القرآن جزء 4 يلا. صفحة 100. يلا تفضل جاوب. يلا حبيبي. طبعا هذا الكلام صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي النبي. الوحي الإلهي أبو عمر يظن أنه القرآن فقط، هذا جهل منه. الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الله سبحانه وتعالى يسدد بالوحي الإلهي، سواء بالملائكة سواء بالعلم اللدني، كل شيء بالتصويب. الوحي الإلهي مرتبط بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يظن أن الوحي الإلهي هو القرآن. يا رجل، القرآن ما عصم نبيك من أن يشك في زوجته، لما الله سبحانه وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وهو راح يقول هي والعياذ بالله زنت وفعلت وإلى آخره. يقول ابن تيمية: ارتاب بأمرها. كيف يعني أنت ما تعرف هذه المسألة؟
أنه الوحي الإلهي هذا مرتبط بكل شيء يأتي إلى النبي. النبي ليس معصوم من ذاته. يا أبو عمر، تعرف ما هو إعراب كلمة معصوم؟ معصوم يعني وقع عليه فعل العصمة، عصمه الله. عصمكم الله من الزلل. أنت مو تريد واحد من الأئمة قال عصمكم الله من الزلل؟ هذا الإمام الهادي قبل الإمام المهدي، تقول الإمام المهدي قبل الإمام المهدي. مسكين ما يعرف. أبو آزر فليعطينا حدود دائرة العصمة، فليعطينا حدود دائرة العصمة. نريد ما هي حدود دائرة العصمة عنده، أو في التبليغ حدود دائرة التبليغ. يقول معصوم في التبليغ فقط. طيب وين التبليغ ينتهي؟ وين يبدأ التبليغ؟ نريد نعرف ما هو الذي يقوله النبي تبليغ وما هو غير تبليغ، فليقل لنا. إخواني الأعزاء، نحن سوف نبين لكم ما هي حدود دائرة التبليغ، واحفظوا هذا الرقم، احفظوا. طيب حدود دائرة التبليغ سوف تبين لكم، لكن أنا أريد أن أستنفذ ما عنده. تعرفون هو لماذا يقرأ ويقرأ ويقرأ؟ هو ما يعرف. أنا أستطيع الآن أفتح الكتاب وعقيدتنا في العصمة نعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة عليهم السلام جميعا التحيات وعليهم التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا على الأئمة. والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءة كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق إلى آخره. والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي العصمة المعصية أو الخطأ وينسى ويصدر منه شيء من هذا القبيل، فإما أن يجب اتباعه، فإما أن يجب، بس أعطيني شوية 20 ثانية وبعدين أضيف هلا. فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب. فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. هذه عقيدتنا الموجودة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع من القرآن الكريم. مداخلة أبو عمر الشامي 3 دقائق. فالآن أجب ما هي حدود دائرة التبليغ. تفضل أبو عمر الشامي، بدأ توقيت. جميل جدا. فرانسوا، هذا الكلام اللي تكلمه هل قاله عالم من القرون الثلاثة؟ بس قول له هذا الكلام اللي عم ترغي وتهبط فيه، هل قاله عالم من علمائك من القرون الثلاثة؟ هذا الكلام اللي عم تقوله هل قاله إمام من أئمتك حتى ألزمتني من القرون الثلاثة؟ ما يحسن يقول لك هذا عالم نطقه في القرن الأول الهجري من علماء الإمامية، في القرن الثاني، في القرن الثالث، ما يستطيع إلا أن يجلب من المفيد فقط مؤسس دينهم. الآن اللي بيحب يسجل يكبس على التسجيل. خذوا هالإلزام العسقلاني من كتب من القرآن، عفوا من القرآن. يقول الله أتلو عنكم آل عمران 164. يقول الله: لقد من الله على المؤمنين، علي بن أبي طالب من المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. علي بن أبي طالب نفس النبي عند الشيعة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم. قال بعدها الله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السؤال الآن للشيعة: هل كان علي بن أبي طالب في ضلال مبين، أم أن الآية كلها لا يدخل بها علي بن أبي طالب؟ كتبه أبو عمر الشامي. من المؤمنين علي، أنفسهم علي والنفس النبي، يعلمهم علمني الكتاب والحكمة. قال بعدها: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سؤالي لك: هل كان علي بن أبي طالب في ضلال مبين؟ هل كان؟ رواية ما راح يقدر يجيب. إن شاء الله أي رواية، وما شفنا فتح
كتاب ولا جاب رواية أن إماما من أئمته عرف العصمة أبدا. ثم فتحنا له من كتبه ما رد لا على السبزواري ولا رد على الموسوي ولا رد على محمد جواد مغنية، سوى هبد ورغد. الآن افتح القرآن أمام الجميع. لقد من الله على المؤمنين علي من المؤمنين أن بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم علي بن أبي طالب نفس النبي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة علمني رسول الله 1000 باب. بدي هون عاد وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل كان علي بن أبي طالب في ضلال مبين قبل أن يبعث الله رسوله في المؤمنين، أم أن علي بن أبي طالب خارج عن هذه الآية نطاقا ولك يا رجل، انت الآن أتيت بهذه الإلزامات. انت عندك النبي بروحه ضال أبو عمر، ووجدك ضالا فهدى. هو نبيك كان ضال، تريد يريد يقول هل علي كان في ضلال مبين أو لا؟ أولا أجيبك، يقول ابن عباس ما من آية تكلم مدح الله فيها الذين آمنوا إلا كان عليا سيدها وأميرها وشريفها، ولقد عوتب كل أصحاب محمد ولم يذكر علي إلا بخير. علي هو الوحيد الذي لم يذكر إلا بخير، وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح، صححه ابن أبي حاتم الرازي في بداية تفسيره. أما تعقل أنت يا أبا عمر؟ علي الوحيد الذي لم يعاتب في القرآن، فكيف تتكلم يقول كان في ضلال مبين؟ علي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، وأنتم عندكم كلام الله غير مخلوق، كلام الله قديم. فيعني مو لما نزلت الآية، يعني لما أراد الله في علمه أن يخلق محمدا وآل محمد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يقول ابن عباس في صحيح البخاري المصطفون، نعم حسينيات، نحن نفخر أن في حسينياتنا يتلى كتاب الله وحديث رسول الله، والبخاري ومسلم نعلم أهل السنة دينهم من الحسينيات. يقول ابن عباس في صحيح البخاري المؤمنون من آل محمد، المؤمنون من آل محمد أذهب الله عنهم كل رجس، تقول كانوا في ضلال مبين. إذا كان كيف تقول أنت هل كان عندك عقل لما كتبت هذا الإلزام؟ يعني فرحان فيه. النبي عند الشيعة، علي عند الشيعة نفس النبي، إيه طيب، وهل كانوا في قبل في ضلال مبين؟ يعني النبي كان في ضلال مبين عندك، ما بك أنت ألا تقول ووجدك ضالا فهدى؟ جاوبني، ما هي حدود دائرة التبليغ؟ ما هي حدود دائرة التبليغ؟ هل هنالك شيء في هذا الوجود يخرج عن دائرة التبليغ؟ أيها المسلمون، هنالك، هو يقول لم يأتي بشيء. أنا لو أفتح لك الأحاديث والروايات التي عندنا عن العصمة والله لتمل. يقول أمير المؤمنين عصمنا الله، إن الله عصمنا وجعلنا حججا على خلقه، وجعلنا مع كتاب الله لا نفارقه ولا يفارقنا في الكافي وعند الشيخ الصدوق. طيب الإمام الهادي يقول عصمكم الله من الزلال، يقول ما في القرن الثالث. أنا آتيك من القرآن ومن قول النبي في حديث الثقلين ومن الأحاديث الصحيحة عن آل البيت. طيب وكلها صحيحة، كلها صحيحة عند الشيعة. هذه العقيدة المقررة المستخلصة من الأحاديث. أنت تقول أنت ما عندك عقيدة من القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا من القرآن ولا من قال الله ولا من قال الرسول. من أين أنتم تأخذون عقيدتكم؟ أيها الأخوة، التبليغ دائرته 5 أشياء: الواجب، اسمع الواجب والمكروه والمستحب والمحرم والمباح. 5 أشياء. هل هنالك شيء يخرج عن هذه الدائرة؟ أجب. طبعا راح أحن عليه وجيبه على سؤاله. قال ما هي دائرة التبليغ؟ دائرة التبليغ القرآن. لما جاوبت يريد يجاوب. إعادة الوقت، المقاطعة الثانية تنزيل. دائرة التبليغ هي القرآن والسنة، ما بلغه النبي من القرآن بعد أن نسخ الله ما نسخ وأثبت الله ما أثبت،
يبقى القرآن من بابه إلى محرابه تبليغ، لا خطأ فيه أبدا، وليست كما قال الشيعة أنه محرف. 2. السنة النبوية كلها تبليغ من النبي إلا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا وحي يقول له هنا أخطأت، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما تحرم ما أحل الله لك، ما كان لرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى آخره. يقول هو بأن النبي عندنا ضال. نحن عندنا أنه بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الكتاب ولا الإيمان، ما يعلم، لأن الله قال في آية أخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، سورة الشورى. هل عندكم النبي ضال في هذه الآية أم لا؟ نعم، وعندهم كذا ضال. ليس ضال يعني إنسان يعمل الفواحش، لا حاشا سيدنا محمد. هذا تفسير الطباطبائي عندك، يقول بالجزء 20 الصفحة 300 وبلاستيكي، قال قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، المراد بالضلال عدم الهداية. الله أكبر، قال عدم الهداية، إذن النبي كان ما عنده هداية لمن؟ للكتاب والإيمان. ثم استشهد الطباطبائي بقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إذن النبي كان ضالا عن الكتاب والإيمان لتفسير الطباطبائي. وعندك هنا في تفسير الطبرسي جزء 10 الصفحة 383 يقول بمعنى آية ووجدك ضالا فهدى، أي كنت غافلا عنهما فهداك إليهما عن الحسن والضحاك والجباء والظلو، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لك هي كتبك يا ضيفنا. نعم، قال الطباطبائي قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، المراد بالضلالة عدم الهداية، والمراد بكونه صلى الله عليه وسلم ضالا حاله في نفسه. جميل. هي كتبك، ما عم تقدر تحديتنا ونحن تحديناك. أبو عمر الذي ورطك في أن تقرأ آخر شيء ما قال لك أن تقرأه كاملا قبل أن تعطيني هذا الكلام. يا رجل، هذا الذي قلته أنا، أن لا يوجد أحد في الخلق. السيد الطباطبائي الذي بترت كلامه يقول حاله بنفسه بقطع النظر عن هداية الله له، فلا يوجد هنالك أحد من الخلق يهدي نفسه، إنما الهداية من الله، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنت ما يدريك أنت متى هداه الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأخوة المسلمون، هذا الرجل لا يستطيع أن يجيب لكم بعد أن دمر عقيدتكم في العصمة، وأثبت بأن هذه العصمة لا توجد عند أهل السنة، لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول الصحابة ولا من القرون الثلاثة المفضلة. أتاكم وراح يشغب على كتب الشيعة لكي ينسيكم الموضوع. سألناه ما هي حدود دائرة التبليغ؟ قال فقط القرآن والسنة. إيش يعني القرآن والسنة؟ اعطينا شيء يخرج عن دائرة التبليغ. نحن قلنا لك بأنه دائرة الأحكام التكليفية الخمسة ما تعرف هذه الأمور، ولكن نعلمك، وهي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. هل يوجد شيء خارج عن هذه الأمور حتى تقول إن النبي غير معصوم فيه؟ أعطينا، قل للمسلمين أنا أثبت لك عصمة النبي والأئمة عليهم السلام من القرآن، خلاص قلت لك هم عدل كتاب الله.
هم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذا تقول لي النساء ومش النساء ما راح تقول لي النبي غير داخل فيها، النبي سيد أهل البيت. أذهب الله عنه الرجس وطهره، كل رجس ذاهب عنه. أعطيتك الدليل العقلي. إذا النبي سهى وكذب، ممكن أن النبي يسهى ويكذب؟ قل لي كيف تمنع أنت عقلا أن يكون النبي عن طريق الخطأ يسهو أو يكذب أو يزني أو اعطيني ما هي الميزان، ما هو الضابط في منعك للنبي من أن يرتكب عن طريق السهو والخطأ والنسيان الفظائع؟ ما هو الدليل؟ هل يمكن أن النبي يسهو ويشرب الخمر؟ اعطينا. قل لنا هل يمكن أن النبي يخطأ ويزني؟ اعطينا. ينسى القرآن؟ اعطينا. هل سؤالي هذه المرة له يا أبو آزر ألزمه خلي يجاوب غير قضية حدود دائرة التبليغ، وهل هنالك شيء يخرج عن هذه الأحكام الخمسة؟ نريد منه أن يعطينا ما هو الذي يلقيه الشيطان في أمنية النبي في القرآن الكريم. هل يمكن أن الشيطان يلقي على لسان النبي شيء وهو يبلغ الوحي؟ فليتفضل يعطينا. تفضل أبو عمر. كل كلامه الآن يريد أن ينفي عن النبي والأئمة السهو. إذا أنت نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم السهو وعن الأئمة، يجيبك من القرون الثلاثة الأولى بالقرن الثالث الصدوق بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه يقول لك إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. لك عنده الصدوق بن بابويه، يعني يقول لي من الصدوق بن بابويه يلعنك لأنك تقول بسهو النبي. إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي لعنهم الله، ويقولون لو جاز أن يسهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. وهذا لا يلزمنا، يقول وهذا لا يلزمنا، يعني كل كلامك ما يلزم الصدوق بن بابويه. ليكو الصدوق بن بابويه طيح حظك، قال لك لعنهم الله. الغلاة، انت من الغلاة والمفوضة. واستطيع ان اخرج بدون شخصنة ما شخصنة يا عم. انا لا ما علينا طيح حظك وما طيح حظك. اخرج مشان حظر، طيح الله حظك مشان ما هي لعنهم الله بيحظرون التيك توك. انا ابدلها، استطيع ان هل قال طيح الله حظك في لحظة عاد انا نظمت خلاص كمل مداخلة كل يوم يا اخي بدون شخصنة. تفضل. ما عم شخصن انا مشان ما يحظروني وتقول هاي الكلمة. إذا أستطيع أن أخرج من كتاب الصدوق بن بابويه أن المفوض الذين ينكرون سهو النبي كفار عند الصدوق بن بابويه. الآن نختم بإذن الله. مرة إجا أبو يوسف شو قال؟ أتحداكم أن تخرجوا لنا أقسام التوحيد التي قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. أتحداكم. قلنا له أحسن، نتحداك أن تأتي بأصول دينك الخمسة من أحد من أئمتك. وعندك علماؤك قسموا التوحيد إلى 5: 1 6 1 7 1 8. نتحداك أن تأتي من إمام من أئمتك قسم لكم أصول دينكم وأقسام التوحيد. من وقتنا هلأ ما استرجى يطلع يقول أتحداكم أن تخرجوا لي أقسام التوحيد من فم القرون الثلاثة كما قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش؟ لأنه بيعرف حيتحدى أن يأتي بأصول دينه من إمام من أئمته. واليوم إجا يتحدى: أتحداكم بتعريف العصمة المطلقة من النبي. ما عاد عمره يقولها، لأنه تحدنا أن يأتي بالعصمة المطلقة من الذنب والخطأ
الخطأ والنسيان ما زلنا نتحداك. أقول طيب. قولي ما هذا زلنا واستغفر الله طيب والسلام لحظة لحظة لا لحظة راح ينتهي. لحظة بيوسف. ايه هو اصلا انت باقي لك مداخلة لانه هو انت ابتديت هو ينتهي. بس بدي نام. سلام عليكم. بده يروح يهرب. يلا بكره ان شاء الله المساء عندك شيخ احمد اذا موجود. احمد خليه يبقى تفضل ابو يوسف. يستمع ما كذب به على الشيخ. السلام عليكم. يلا بكره جهز لنا مناظرة بينه وبين ايوب. طيب عندك الساعة 12 يلا بالليل. يلا خلينا في تحريف القرآن ماشي. في تحريف القرآن. طيب يا في أحمد. تحريف لحظة يا القرآن أبو اخوان، عمر. لحظة بعدين خذوا مداخلات. تفضل أحمد ابو أنت يوسف هربت. مداخلة. خليك على صفحة أحمد. تفضل مداخلتك ابو يوسف. يقول الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات صفحة 96 باب الاعتقاد في العصمة. قال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون، هرب أبو عمر، مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرهم، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. قال ما في درجن ما في. قال هو هذا من القرن الأول ويقول لك ما في. إخواني الأعزاء، الإمام عليه السلام ماذا يقول في الكافي الشريف؟ يقول عن الإمام عليه السلام، يقول محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها. هذا الحديث صحيح في مرآة العقول، صححه المجلسي في الجزء الثاني صفحة 404. أيضا ذكرت لكم إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحججا في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. هذا في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق جزء الأول 240 وإسناده صحيح. عن من أنت تريد أن تتكلم؟ كم تريد أن نعطيك من روايات في قضية العصمة؟ لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم، وفهم الأئمة وهم الأوصياء أعطاهم الله علمي وفهمي، لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى، لا تعلمونهم فهم أعلم منكم، يزول الحق معهم أينما زالوا، الحق يتبعهم. الآن أبو عمر لما هرب من إجابة كل الإلزامات كذب على علمائنا بدون لفظ هرب وما هرب. يا أخي أنت قبل شوية قال طيح الله حظك وسكتت عليه. خلاص يا عمي وين سكتت؟ فتحت كتبي. اسمعني، بدون هرب وما هرب. تفضل كمل مداخلتك. لما عجز عن أن يثبت عقيدته في أن النبي معصوم فقط في التبليغ من القرآن ومن السنة ومن القرون الثلاثة المفضلة، حاول أن يكذب على الشيعة، ولكن فضحه الله لما كذب على الطبطبائي، وفضحه الله لما كذب على الشيخ الصدوق. والآن هذه الروايات كلها موجودة. وأيضا كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي أنا وعدتكم، عندي يعني ثواني، وعدتكم أن أثبت لكم من البخاري. يقول رسول الله: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي في البخاري: إن العبد لا يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت لسانه الذي ينطق به، وعينه التي يبصر بها، وإذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها. فعلي، وهذه هي العصمة التامة لرسول الله ولعلي. وأتى أبو عمر بعد أن أحس بالهزيمة. جميل. انتهى. رد آخر مداخلة وحلو. يلا. لا أنت بدأت وأنا أختم. بس آخر مداخلة. راح تاخذ مداخلة ينتهي. لحظة لو راح يرد راح تختم انت. صح. لو يرد أبو عمر أختم. تختم انت. شيء طبيعي. ليش هربت أول شيء؟ طيب يا أبو يوسف، عفوني من كلمة هربت وما هربت يا أبو يوسف. بعد ما نزلت أنا، كبرني مشان أعرض، بعد ما نزلت أنا صار يطلع روايات. طبعا الرواية أنت اللي هربت مش أنا يا أبو يوسف. لا إله إلا الله.
كم مداخلة يا فرانسوا ونحن عم نقول له طلع لنا رواية. شي نزلت تفضل أنا صار أقول مداخلة. لك وهذا بسند صحيح وهذا بسند صحيح. ليش بعد ما نزلت أنا؟ ليش ما طلعت بالمداخلات؟ لأني بيعرف إني رح أطلع على الكاميرا تضعيفها. لكن أنا طلعت بس مشان أقول له قال وهذا من الصدوق من القرون الأولى من القرون الثلاثة الأولى. كذب عليكم، كذب عليكم، ليس من القرون الثلاثة الأولى. شوفوا الصدوق ابن بابويه إمتى؟ 385 بالقرن الرابع. ليش عم تكذب أمام الناس؟ اسمه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 385 ليش عم تكذب؟ 2 جلب لنا من اعتقادات الصدوق ابن بابويه. قال في الصفحة 96 من الاعتقادات في دين إمامية للشيخ الصدوق الصفحة 96 باب الاعتقاد في العصمة. قال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى آخرهم لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. سؤالي لك لماذا لم يقل بأنهم معصومون من النسيان والسهو؟ وكلمة النسيان والسهو لأن الصدوق ابن بابويه قال إن الغلاة المفوضة لعنهم الله ينكرون السهو والنسيان على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. إذن الصدوق ابن بابويه عصمته ناقصة شأفة وحدة هي شو؟ شو؟ السهو والنسيان. ليش مع المعصومين من السهو والنسيان كما أنت تعصمهم من السهو والنسيان؟ لماذا تخالف شيخك الصدوق؟ معاني الأخبار صفحة 90 تاخذ منه هذيك الرواية يرسل إلى أمير المؤمنين عن معنى قوله تعالى وهم ما بتاخذ منه إنه الأنبياء ليسوا بمعصومين من السهو والنسيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم. لا تبقى تسمع يا ابو عمر الله يجزاك خير. يحكي اللي بده اياه ما ترد يحكي اللي بده اياه خلي لما يردوا. نتكلم تصير تقول ابو عازر لا تنساني ابو عازر. بعد لا صعنا ابو عمر اذا لحظه اذا رجع ويريد تفضل مداخلتك. تفضل 3 دقائق. خليني اختم. اخواني الجهل بمكان بعد ان لم يرد على شيء من الزاماتنا في حق اهل السنه ولا حديث البخاري ولا أحاديث البخاري في إثبات عصمة الرسول وأمير المؤمنين عليه السلام العصمة التامة، أتاكم لكي يتطفل على كلام الشيخ الصدوق وهو لا يفهمه. يقول وهم موصوفون بالكمال والتمام. لو أتيت إلى طفل في الشارع تقول له هل التمام والكمال يشمل كل شيء؟ يقول لك نعم، شيء تام كامل ما ينقصه شيء، لا سهو ولا نسيان ولا. أنت جاهل يا رجل. أنا مع احترامي للموجودين أنا يعني أحاورك لكي أمرر من خلالك لأهل السنة يعني، وإلا أنت ما عندك شيء. التمام والكمال هنا يقول التمام والكمال، ولهذا ما استطعت أن ترد. يقول أنا أستطيع أن أضعف له. لا أنت ولا من هم وراءك يستطيعون أمامي أن يضعفوا. ممكن تشغب هنا وهناك، ولكن أن تضعف الروايات مستحيل، لأنك أنت كل بضاعتك إذا ممكن رجل تكلم فيه. وتحديتك قلت لك تعال تفضل أعطنا توثيق الفربري الراوي الوحيد للبخاري الذي لم ينص على تعديله وعلى توثيقه أحد من القرون الأولى إلى أن أتى الذهبي، وأول من أرخ له السمعاني، وأنت كأنك ولا سمعت، كأنك ولا سمعت. فأنت هذه بضاعتك، أنك تتكلم في الراوي وليس في الرواية. هل تعرفون أيها الأخوة الفرق بين الراوي والرواية؟ لنا هو ما عيد لي الوقت، عيد لي الوقت. كلام الصديق الأول ما في عيد لي الوقت أبو آزر، أبو آزر عيد لي الوقت. الصديق الأول وضح. أبو آزر عيد لي الوقت الله يخليك، عيد لي الوقت لو سمحت رحمة، عيد لي الوقت أبو آزر. طيب عيد لي الوقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فأنت بضاعتك هي أنك تتكلم في الراوي وليس في الرواية، ولكن نحن نتكلم في الروايات. يقول لماذا لم يأتيكم إلا بهذا العالم
الذي هو عقائد الإمامية. طبعا ما يدري أنا من وين نقلت، يقول لكم في القرن ما أعرف إيش عقائد الإمامية. هذا ما قرره الشيعة من أولهم إلى آخرهم. والشيخ الصدوق ما عنده من كلام هو في الإسهاء وليس في السهو. إذا ما كنت تعرف، نحن نعلمك هذه الأمور. أيها المسلمون، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند السنة، مو السنة، عند الوهابية ومن يتبعهم، لأن قلت لكم أن القاضي عياض يقول بعصمة النبي المطلقة، والأشاعرة ألفوا كتبا في تنزيه الأنبياء، وهذا الشيخ أحمد سيد يونس هو متوهب وليس من الأشاعرة، لهذا ما يستطيع أن يتكلم باسم الأشاعرة، وتراجع عن نصرة أهل الحديث. ولا أهل الحديث والأثر عندهم لا رواية واحدة من رسول الله، ولا آية في كتاب الله، ولا رواية من صحابي، ولا رواية من تابعي، ولا تابعي في القرون الثلاثة المفضلة تقول إن النبي معصوم في التبليغ فقط. فمن أين أتوا بهذه؟ من أين أتوا بهذه العقيدة الفاسدة الباطلة المخالفة لكتاب الله، الذي يقول إن الله أذهب الرجس عن رسول الله وطهره تطهيرا؟ من أين أتوا بمخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يرد على سؤالي الذي سألته: ما هي حدود دائرة التبليغ؟ هل هنالك شيء يخرج عن هذه الأشياء الخمسة؟ لماذا لم يرد على سؤالي: هل يمكن أن الشيطان يلقي في أمنية النبي، أي في تلاوته للقرآن، كلمات ليست من الوحي؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن الوهابية كلهم وشيخهم محمد بن عبد الوهاب كلهم يقولون بنفس هذا القول، إلا من حاول أن يردها مثل الألباني ونصب المنجنيق، ولكن لم يسمع له أحد، لأنهم يقولون هذا شيء ثابت بنص الآية في القرآن، كما قال عبد العزيز بن باز. عبد العزيز بن باز يقول نص القرآن أنا ما لي دخل، القرآن يقول إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني حتى القرآن غير سليم عندكم يا أهل السنة. ولهذا ندعوكم إلى التشيع حتى تكون قبضاتكم إلهية محكمة في عقيدتكم، محكمة عقيدتكم. تعالوا إلى المذهب الذي تتبعون فيه المطهرين من الرجس، وليس الإنسان الذي لا يستطيع أن يحفظ حتى القرآن عنده. تفضل. أنت اتقيت. طيب الشيخ أحمد يونس. ايوه، الان يعني اخونا قاعد يقول لك الاشاعره بيقولوا بالعصمه المطلقه، والشيخ احمد يونس وهابي، وقاعد يهايط. لكن ما علينا، العصمه المطلقه عند الساده الاشاعره يقصدون بها قبل البعثه وبعد البعثه، لان هناك علماء من اهل السنه والجماعه يقول يجوزون بعض الصغائر التي لا تجر إلى نقص على الأنبياء قبل البعثة. فمن يقول مثل حالاتي أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، هذا يسمى عصمة مطلقة، لا كما يدعيها عوام الشيعة، الذين أغلب المحاورين الشيعة هم من عوام الشيعة. أما ما طلب من الأخ رقم 1، طلب منه تعريف العصمة تعريف حوزوي علمي، وإلى الآن لم يتطرق إلى هذا. مثلا أنا سأجيبك تعريف العصمة عند أهل السنة والجماعة لغة: الحفظ والوقاية، المنع والحفظ. واصطلاحا هو أن الله حفظ ظواهر وبواطن الأنبياء من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كرامة أو خلاف الأولى. هو يقدر بقى يعرف لنا العصمة لغة واصطلاحا من حوزة علمية معتمدة عنده؟ أنا أستطيع النص اللي أنا قلته أطلعه من قلب كتب الأزهر، هو يعرف يطلع النص ده من قلب حوزة قم أو النجف؟ ده السؤال. هو ليه هرب بقى من إننا نتحاور معاه في العصمة مطلقة؟ لأنه عارف لما نتحاور في العصمة مطلقة هروح أجيب له على طول فعصى آدم ربه وغوى.
لو هو الجن ابن الجن ما يعرف يطلع منها إلا بقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لأنه يعرف إن أنا لما هتكلم في العصمة المطلقة هروح أجيب له سيدنا موسى لما نسي فنسيا حوتهما قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لما أنا هكلمه في العصمة كاملة أنا كنت هسأله، أنا عندي أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة أكتر من 15 دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على عصمة الأنبياء، أنت عندك دليل واحد قطعي الثبوت قطعي الدلالة على الأئمة، عشان كده هو ما يقدرش يخش في العصمة مطلقة. أما التهريج ده أنا مش بتاعي، أنا راجل حوزوي علمي أتكلم، أنا راجل من أبناء الأزهر نعرف الموضوع لغة واصطلاحا الأدلة. طب بس فاضل لي نقط، معلش أنا آسف عشان كمل بس اسمعني يعني محبة كمل راح أضيف لك. نعم ماشي، أنا آسف إن أنا أطلت، لكن أنت شفت إن اسمي اتذكر كتير وأنا أكبر من إن أنا أعلق على فكرة هرب ولا مش هرب، لكن أنا مش بتاع هذه المهاترات. ثانيا هو لا يفرق ما بين كلمة الأحكام والتبليغ. التبليغ يعني الوحي، يعني القرآن والسنة، أما الأحكام فهي اللي الأستاذ ذكرها، الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه، دي اسمها أحكام تكليفية. أما التبليغ فهو القرآن والسنة. فقول أهل الأثر، ولذلك هو عايز يحاول في جملة تخلص في دقيقة أو نص في كلمة، اللي هو يعني إيه النبي معصوم فقط في التبليغ؟ يعني نقول لك طب تعالى، هو النبي بيبلغ ايه؟ تقول لي بيبلغ القرآن والسنة. نقول لحضرتك ما هي السنة؟ هتقول لي السنة هي كل قول وكل فعل وكل تقرير وكل صفة خلقية أو خلقية. فاضل ايه في حياة النبي؟ ادي 5 أقسام، طلع لي قسم سادس لحياة النبي مش موجود فيهم. تمام؟ طيب ايه هم بيتكلموا في ايه الاخوة؟ ان بشرط ان الله او ان السماء لا تقره. هؤلاء ايضا عشان مش متخصصين مش عارفين يفرقوا ان المسألة في الاجتهاد، دي مسألة بقى اخرى، هل يجوز على النبي الاجتهاد ام لا يجوز؟ الاجتهاد شيء والعصمة شيء، ولذلك ستجد كل إخواننا السلفية اعتراضاتهم في مسائل فيها اجتهاد. عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ما فيهاش نصوص سابقة. أما العصمة يشترط أن يكون فيها نصوص، لأنها ألا يتلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى. لكن الاجتهاد يجتهد فيما ليس فيه نص، أما العصمة بنتكلم في النص. لكن عشان الإخوة السلفية مش متخصصين هو مش عارف يعبر. لكن لما نيجي نفصص الكلام بتاع النبي معصوم في التبليغ فقط، تعالى يعني ايه التبليغ فقط؟ قرآن خلاص ده خلصناه. السنة ايه هي؟ عرف لي السنة. كل قول، اي حاجة هتخرج من لسانه، كل فعل اي حركة هيعملها، كل تقرير كل حاجة شافها وسكت، كل صفة خلقية، بيربي دقنه، شعره ازاي بيسرحه، كان بيلبس ايه، بيقصر الثوب ولا ما بيقصروش، صفة خلقية، الصبر، الحلم. فاضل ايه تاني في حياة النبي كده مش معصوم؟ لكن المهاترات اللي عايز يعملها هو انا مش حملها. فلو حد عايز يتكلم بعد كده في العصمة انا جاهز، بس في العصمة مطلقة، مش هنقعد نهزر. انا اسف للاطالة واشكرك جدا انك سمحت لي كل الوقت ده. اشكرك جدا انك سمحت لي كل الوقت ده. والله انا عندي الان، والله حياكم الله اخت زهراء علي، انت عارفه ان ليك احترام، عارفه ان ليك احترام وليك تقدير، لكن والله انا الان فعلا عندي مشوار ضروري نازل اعمله.
لا وان شاء بارك الله الله بك شيخ، أنت نتقابل. ما قصرت، بالعكس أنت سددت أقوال أبو عمر التي أخطأ بها وبينت عقيدتك. ونحن من البداية صراحة أنا كتبت للأستاذ أبو يوسف، قلت له حاور الشيخ أحمد لأنه أكثر علمية وعنده انضباط ويعرف بالأصول الكلامية والمصطلحات ويدقق ويوصل الفكرة، بينما أبي عمر يعني سقط بأول مداخلة. أنت لاحظت يعني يقول لا يوجد عندنا دليل، وهذا قول خطر يا شيخ أحمد. يقول لا من القرآن ولا من السنة ولا من القرون الثلاث ولا من الصحابة. إذن على ماذا بنى عقيدته؟ ممن أخذ؟ هذا الرجل ورط أهل السنة. فأنا أزعم أن أهل السنة والجماعة عندهم عقائد بنوا عليها هذه تأصيلا، أي يقولون نحن مصادرنا القرآن والسنة والإجماع وغيره وما ورد عن صحابي. إلا أبو عمر شذ بهذا القول. صراحة والله أنا مصدومة، يعني معقولة كل أهل السنة يعني الجماعة أنا بس هذه. اسمعيني اخت زهره. نعم شيخ. رجاء، اخونا ابو عمر مش موجود. لو هو موجود لا هو أنا يرد على سألته، نفسه. بس معلش أنا معلش أعرف إن هذه يعني معلش تعليق على حضرتك إحنا الحوار، مش التعليق على الحوار. اسمع، أنا أعلق لا لا على لا 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 المناظرة. والله لو هو موجود انت علقي. عندك حرمة له وهو غائب، نحن لا. طبعا عندي حرمة له وهو غائب. لا حرمة له عندنا. نعم عندي له حرمة وهو غائب. انت أنا ما يا ابو يوسف لحظة، ابو يوسف عندها الحق تعلق. لا يمنع لا يمنع الرجل. يا ابو يوسف لحظة، الله يجزاك خير. أنتم الله يبارك بكم يا أخواني. أنا عارف قطع الموضوع انتهى. لحظة يا زهراء، علق لكن بدون أن تسأل لأنه مو موجود. لا أنا ما أسأل ولا أسب أبدا. يعني أنا فقط من حقي أستعلم. يعني علق بدون إشكال، علق بدون إشكال لأنه مو موجود عشان يرد. أنا والله ما أشكلك يا ناس. الشيخ أحمد يوسف أنا قلت يا أبو آزر، أنا قلت هل من الممكن هؤلاء أمة المليار ونصف أو أكثر يدينون بمثل عقيدة أبو عمر أو يختلفون معه؟ طيب إذا كانوا يختلفون معه لماذا قدمه الشيخ أحمد وهو أولى منه بالمناظرة؟ المفروض تكون المناظرة يعني علمية، يكون الطرفان كفء لبعضهما حتى تصل المعلومة إلى عوام الناس. يا أختي الغالية، إحقاقا للحق، أنا واحد من الناس أشهد الله عقليا ما عندي ما داعي في الكتب، أنا رسولي معصوم عصمة مطلقة هيك. طيب يا أبو آزر، لكن والله العظيم اللي رأيته اليوم أول مرة أراه عند الشيعة وعند السنة أختي، يعني النبي ما فيش هذا عصمة، ما عندوش. إيش رأيت اليوم؟ إيش رأيت اليوم؟ اتركنا نشكر أبو يوسف الذي دافع عن رسول الله ودافع عن رسول الله وبين لأمة الخلق أجمعين أن الشيعة الفرقة الوحيدة التي هي تنزه رسول الله وتقدس رسول الله. يعني أخواني لو لاحظتم أن جميع الفرق الإسلامية لم تعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك القداسة التي يستحقها وقال عنها الله تعالى في كتابه الكريم محور آيات عديدة، إلا الشيعة الإمامية على الله تعالى برهانهم، بل أجمعوا على العصمة المطلقة، وهي تنزيه لرسول الله وإكرام له وإرفاع لقدره ولعصمته ولجلالته ودليل على اتباعه المطلق فقط. كل الفرق الإسلامية تقول إن رسول الله ممكن أن يصدر منه الخطأ، ممكن أن يذنب، ممكن أن يكون للشيطان له نصيب، ممكن وممكن. كل الفرق الإسلامية. مثلا أهل السنة والجماعة يا أخوان يقولون أن عصمة الرسول ليس مطلقة مقيدة، وفي حين يقولون أن أصحاب بدر يعني معصومون، يعني أهل بدر يقولون عصمتهم لا يصدر منهم ذنب، ولكن رسول الله يصدر منه ذنب والله يغفر له ذنبه. شنو ذنبه؟ يقولون كذا وكذا، يستدلون بفهم القرآن وهي آيات ممكن قابلة للتأويل وحتى النسيان الذي ذكره الشيخ أحمد الله يبارك به، فهو النسيان يا شيخنا الكريم لم يصدر بهذا المعنى فقط، بل ذكر بمنع المنع يعني بعدة معاني، بالمنع وبغيره وبالترك لأن له معاني عديدة، لا يمكن أن نحصر هذا المعنى المطلق بلفظ واحد، غير ممكن. يعني أنا الآن أسأل الأخوة أهل السنة والجماعة، طيب إذا أنتم ما عندكم دليل على عصمة الرسول في التبليغ، يعني العامة ليس شخص واحد، كيف تقولون أنه معصوم بالتبليغ وفي حين آخر؟ أنا الآن هنا صراحة أصدق قول ابن باز الذي تطرق إليه الشيخ أبو يوسف، لأن يقول الشيطان يعني تلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات، أي القرانيق، حديث القرانيق وغيره من تلك الآيات. إذا بما أنه هو ليس معصوم مطلق، ممكن شنو المانع أنه هذا يمنع النبي من أنه للشيطان يكون عليه نصيب، من أن ينسى، من أن يسهو، من أن يفعل المنكرات، من أن يشرب الخمر، وشنو المانع أيضا أن نأخذه ونرد على رسول الله؟ طيب أنا ممكن من حقي أسأل رسول الله. دخل السهو والنسيان في شرب الخمر زهراء حبيبتي أختي الغالية. اسمعني يا أبو أزر، لا لأنه غير معصوم بالتبليغ، يعني بحياته العادية يروح يسوي كل شيء. السهو والنسيان
اسمعني بالخطأ أبو آزر، بالخطأ يخطئ ويشرب الخمر بدل الماء. شنو المشكلة؟ هو ما معصوم عندهم لا بالعصمة مطلقة فقط، يعني من يصلي ومن يقدم الدين وهاي هي خلاص. يعني ممكن يصلي ويكمل يروح يفعل منكر والعياذ بالله، ممكن يصلي ويكمل يروح يخطأ ويسوي أمور منكرات نهى الله عنها. إذن أنا الله عز وجل أنا اللي موقفني، كيف الله يأمرني بطاعة شخص مطلقة وهو ممكن أن يصدر منه الخطأ؟ كيف؟ يعني أنا لا ذنب عندي، أنا غدا أذهب إلى الله أقول له أنت ما قمت الحجة عليه لأن بعثت لي شخص وأمرتني باتباعه. قال لك في أمور التبليغ أمور الدين، حتى أين قال في التبليغ؟ الله قال بالإطلاق ما قال بالتخصيص. هو مسدد من الله، هذا ما يقولون. لكن في أمور الدنيا أوكي هو طيب ما هو الميزان بين أمور الدنيا والدين يا عمي؟ طيب العالم يا أبو يوسف أنا صراحة والله انصدمت. أبو آزر أنت ما انصدمت. تعرف ليش أنا لم أجاري؟ تعرف ليش أنا لم أجاري أبو عمر؟ ليش لم تجاري؟ ما رديت على شيء بصراحة، ما رديت والله ما رديت. أنا أقول لك لأن إحنا هذه الأقوال عندنا في كتاب هذا الشيعة اسمعني ينقلها من كتاب الشيعة في الميزان، وهذا الكتاب يتكلم عن الأصول المتفق عليها بين المسلمين، ولهذا ذكر في أصول الدين فقط 3: التوحيد والنبوة والمعاد. أما إذا أردنا أن ننقل لك فنقول لك قال الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا والهادي وهو من القرن الأول والثاني في كتاب الزهد: لا خلاف بين علمائنا في أنهم عليهم السلام معصومون من كل قبيح مطلقا، في صفحة 73 من كتاب الزهد، وهذا من القرن الثاني. طيب أنا ما أردت أجاريه لأنه نحن قلنا فكرة وهو لم يستطع أن يجيب عليها. وأنا أشكر الشيخ أحمد أنه تراجع الشيخ أحمد وقال بقولي حنين. أنا حنين اليوم. أنا الشيخ أحمد تراجع ونصر قولنا، يعني قديم. قال السلفية مش متخصصين. نعم يعني الله يبارك فيك الشيخ أبو يوسف الأخ المحترم الشيخ أحمد جزاهم الله خير الجزاء، يعني يبينون هذه المفاهيم يوضحون للناس. يعني أنا أسأل يا أبو آزر ما المانع أن الله عز وجل أن يخلق إنسانا ويجعله معصوم مطلقا بدل أن يكون معصوم جزئيا؟ حينما أمر بطاعته بالإطلاق لا بد أن يكون معصوما مطلقا، لأن غير ممكن الله يأمرني بطاعة شخص معصوم بالتبليغ ويخطي بحياته العادية وهو يكون فعله وتقريره وقوله سنة. إذن أنا أدين بأفعال رسول الله، حينما يذهب يخطئ أنا أدين أقول رسول الله فعل أمامي هكذا، ما الحجة؟ رسول الله يذهب يفعل كذا وكذا، أنا أذهب وأقول فقوله وفعله وتقريره حجة. الآن حتى قضية العسل التي استدل بها الشيخ أحمد الله يبارك به، هي هذه القضية ممكن تلزم من أهل السنة والجماعة جميعهم أنهم يحرمون العسل، لأن رسول الله قوله وفعله وتقريره مين اللي استدل بالعسل؟ الشيخ أحمد يونس؟ والله العظيم ما مسكوا من لغاليغه. أحمد يونس قال العسل. نعم يا أبو آزر، إحنا من العقل والمنطق بالعسل. لا تقول لا 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 تكلم جد. لا قال لي ما تحرم ما حل الله لك يا ابو آزر. لما تحرم ما حل الله لك؟ شفتوا يا ناس احمد يونس خلاص تبرأت. الله يبارك فيك. بس اسمعني، يعني من العقل يا ابو آزر، من العقل والانصاف لله ولرسوله احترام انبياء قدسية الرسل التي اخت الزهراء ممكن اقاطعك عادي يا ابو يوسف؟ لا اريد اقول شيء لان يعني الوقت عندي. ايش فيك تاخر الوقت عندي؟ اخت الزهراء، اهل السنه الراوي الذي يسهو ولا يضبط وينسى كثيرا سيء الحفظ يقولون عنه ضعيف ولا ياخذون منه، وهم يقولون النبي يسهى وينسى وينسى حتى القرآن، فما لكم كيف تحكمون؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا احدى مصائب النبي هذه اخونا انهم ينسبون لرسول الله شيء ما لم ابو يوسف. طيب زهراء لحظه ابو يوسف، معلش ابو يوسف، في يوم من الايام شوف اليوم اللي يعجبك هنا عند فرانسوا العصمه كامله نتكلم فيها انا وانت، ايه رايك؟ بكره اليوم يعني بالليل لو حبيت. مش مشكل، لا مو انا غدا عندي شغل ما راح بس العصمه كامله كمبحث. هذا اللي تفضل بقوله يا احمد شيخ احمد اسمي أيوه. انا ايش؟ تفضل. أنا مش مشكلة لما أكون موجود أتحاور، لكن غدا يعني كل الأسبوع في أي وقت شغلي من الأحد إلى
الخميس يكون خلال النهار، يعرفون الأخوة لما أجي أفتح في بث أو أي أدخل وقت. بث. في أي لكن وقت. ما رأيك الآن أصعد لك أحد إخواني الذي لا أنا الآن رايح مشوار ضروري لشغلي يعني، فأنا الآن مش أنا هينفع. لأنه في أي وقت يلا امتى امتى ما يسهل الله، امتى ما يسهل الله، امتى ما يسهل الله ان شاء الله. اظن انت فرانسوا انت قعدت معايا قبل كده في موضوع العصمه مع اخ شيعي قبل كده هنا. طيب ايش رايك لكن انت تكلمت لحظه الشيخ احمد يونس، انت تكلمت في موضوع العسل متى؟ قلت ما يذكره الاخوه السلفيه من قولهم يا ايها النبي لما تحرم، كل هذا لم يوجد فيه نص، فهذا من باب الاجتهاد في الاصل. مسائل تخص الاجتهاد لا تخص العصمه. حلو. هناك مسألتين أصوليتين، مسألة العصمة ومسألة الاجتهاد. من يتكلم في العصمة يخلط ما بين العصمة وما بين الاجتهاد. الشيخ أحمد النبي ما يصير يجتهد، لا يجوز يجتهد. أنا ما أحب المقاطعة يا أبو يوسف. لا أنت كنت قاعد عمال تستفزني وأنت قاعد بتتكلم، والشيخ أحمد يونس ما قطعتك، سبتك. خليك تقيل. أنا والله ثقيل حتى يعني لازم. علي النعمة أتقل محاورة فيكم زهراء علي، قسما بالله. كفو منها والله، اخت رجال والله كفو قسما بالله. رخر أنا أحترمها، أقل وحدة بيهم. رخر زهراء علي تذكر الثلاجة أنت وأبو عمر. رخر أنا أحترمها. اسمع أبو عازر أبو عمر ما يعني